السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقيمت اليوم الجمعة الموافق لل15 من سبتمبر 3 مباريات لحساب الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن السعودي. النتائج كانت على النحو التالي: الشباب يفوز على الفيحاء بهدف دون مقابل، الفتح يفوز على الخليج ب3 أهداف مقابل هدف وحيد، والهلال يفوز على الرياض ب5 أهداف دون مقابل. جدول ترتيب دوري روشن السعودية بعد نهاية مباريات اليوم: الهلال في المركز الأول برصيد 16 نقطة، الاتحاد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، التعاون في المركز الثالث برصيد 13 نقطة، الأهلي في المركز الرابع برصيد 12 نقطة، الفتح في المركز الخامس برصيد 11 نقطة، الاتفاق في المركز السادس برصيد 10 نقاط. في المركزين السابع والثامن فريقان برصيد 9 نقاط لكلا منهما، وهما على التوالي: النصر في المركز السابع والوحدة في المركز الثامن. من المركز التاسع إلى المركز ال11 3 فرق برصيد 6 نقاط لكل منهم، وهم على التوالي: الفيحاء في المركز التاسع، أبها في المركز العاشر، والطائي في المركز ال11. في المركزين الثاني عشر والثالث عشر فريقان برصيد 5 نقاط لكلا منهما، وهما على التوالي: الخليج في المركز الثاني عشر، والشباب في المركز الثالث عشر. من المركز الرابع عشر إلى المركز السادس عشر 3 فرق برصيد 4 نقاط لكل منهم، وهم على التوالي: الأخدود في المركز الرابع عشر، الرائد في المركز الخامس عشر، والرياض في المركز السادس عشر، ضمك في المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، والحزم في المرتبة الأخيرة برصيد نقطتين. مشاهدينا الأعزاء، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. حقق فريق النصر السعودي فوزا غاليا على نظيره الرائد ب3 أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم السبت ضمن المنافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي. وتقدم فريق النصر في الرباعية على فريق الرائد بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب الدولي السنغالي سانديو ماني في الدقيقة 46 من عمر اللقاء بمجهود فردي، بعدما استلم تمريرة على حدود منطقة الجزاء سددها بكل قوة في شباك الرائد. وأشار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه بندر الوحيشي لاعب الرائد في الدقيقة 48، وذلك بعد أن عرقل سانديو ماني على حدود منطقة الجزاء. وفي الشوط الثاني تمكن البرازيلي أندرسون تاليسكا من تسجيل هدف النصر الثاني في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد على حدود منطقة الجزاء. وتمكن الدولي كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف النصر الثالث في الدقيقة 78 من عمر اللقاء بعد مراوغة مدافع الرائد خلال المنطقة، وسدد الكرة صاروخية، لكن الحكم ألغى الهدف في الدقيقة الأخيرة بداعي التسلل. وأحرز محمد فوزير هدف الرائد الوحيد عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 88. وبهذه النتيجة يحتل فريق النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فريق الرائد في المركز الخامس عشر في جدول